ميدان عملياتها في الأحياء السكنية، ويستعمل عناصر العصابتين في ذلك وسائل تمكن من تمويه الضحايا. إبراهيم آفاق، مصطفى ودة. خلال الأسبوع الأخير من سنة 2014 تم تسجيل بعض السرقات الموصوفة التي استهدفت أماكن سكنية عبارة عن شقق وفيلات، منها ما تم اقترافها في الليل والأخرى أثناء النهار. أمام هذه المعطيات وضعت مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء خطة عمل أسفرت عن تفكيك شبكتين وإلقاء القبض على أفرادها في وقت وجيز، واسترجاع كل المحجوزات لمالكيها وإنجاز المساطر القانونية تحت إشراف النيابة العامة. العصابه الاولى اللي كانت كتشتغل بالنهار كانت كتدعي او كتموه القاطنين او السكان ديال هذيك الاقامه على اعتبار انهم كينتميوا لشي شركه متخصصه في تسليم الهدايا ديال نهايه السنه، وكيكون عندهم لباس مميز وكيتوجهوا لهذاك المنزل على اساس يسلموا هذيك الهديه. بالنسبه للعصابه الثانيه كانت كتشتغل بالليل واللي كتقوم بتحريات ميدانيه ديالها على اساس ان قاطني هذيك المكان كيتواجدوا في حاله سفر، وبالتنسيق مع الرؤساء المباشرين وكذا رئيس المصلحه الولايه للشرطه القضائيه ورئيس فرقه شرطه قضائيه عنفه، جندت هذه الفرق هذا الى حين ايقاف 5 أشخاص اللي هما المرتكبي هذا الفعل الاجرامي، بما فيهم واحد الشخص اللي كان تيعمل بنفس الزقاق بنفس الزنقه اللي تتواجد فيها الفيلا، تيعمل حارس بالنهار. هذا الحارس بالنهار هو اللي عطى المعلومه وهو اللي عطى العقل المدبر هو اللي تكلف باستقطاب شخصين اخرين مشاركين ديالو، وتم نقل المسروقات الى حي سيد الخدير. هذه المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية تندرج في إطار تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لكل مظاهر الانحراف الذي تقوم به بعض الشبكات المنظمة والمحترفة لسلب ممتلكات المواطنين وممارسة الاعتداءات الجسدية عليهم.